السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم جوج الوصفات تقدروا تحضروهم للكوتي اولا للفطور، كيجيو لذاذ اقتصاديين في الطريقه ديال التحضير ديالهم وكذلك في المقادير. عندي حرشه اولا كيك حرشه اللي يجمعوا بيناتهم بجوج، كتجي خفيفه وكتجي كذلك حيت كنصاوبوها بالسميده. داكشي علاش كتجمع ما بين الحرشه والكيك في الخفه ديالها صافي. وعندي كذلك مادلين ديال الشكلاط اللي كنوجدوهم غير بيضه وحده وكيعطيونا يعني 12 قطعه اولا اكثر. فبلا ما نطول عليكم ندوزو المقادير. عندي في بول عندي حبه ديال البيض، قبيصه ديال الملح، وعندي كذلك نص كاس ديال سنيده. غادي نخلط المكونات كامله مع بعضياتها بجوج غير بالفوي كيف ما كتشوفوا. ما كنحتاجوا لا باتور لا خلاط كهربائي. غنضيف لهم واحد نص كاس ديال الزيت وغادي نعاود نخلط المكونات كامله. عندي كاس ديال الحليب، غادي نضيف الدقيق. بالنسبه للدقيق عندي جوج كيسان يكونوا عامرين ديال الدقيق اللي مغربلاهم من قبل، وعندي ساشي ديال خميره الحلويات ونصف يعني عندي في المجموع 12 غرام ديال خميره الحلويات. وعندي كذلك غربلت ساشي ديال الكاكاو. كيف ما كتشوفوا الخليط باقي خفيف، غادي نعاود نضيف الدقيق حتى يعني الخليط كيتقال واحد شويه. الجهد اللي تكتبي شي رقم ويبقى واضح واحد شويه عاد كيمشي من بعد. الخليط خصنا نحصلوا عليه بحال هذا القوام هذا صافي. اخر حاجه كنضيفها اللي هي قطره ديال الخل، وغادي نبدا نعمر في ليمول ديال لي مادلين على هذا الشكل هذا. بالنسبه للخليط يعني قبل ما نفرغوا في ليمول، نسيت ما ذكرت انا يعني دخلته للثلاجه تقريبا نص ساعه حتى برد مزيان. عاد كنفرغوا، كنوضع واحد القطعه ديال الشوكولا في كل وحده على هذا الشكل هذا. كذلك غنضيف شويه ديال الكركاع اللي مقطعاه طريفات صغار على هذا الشكل هذا. غادي ندخلهم من الفران اللي يكون سخون من قبل. غادي نقص عليهم البوطه، غادي يطيبوا على عافيه مهيله حتى كيطيبوا على خاطرهم حتى كتعطي الريحه ديالهم. عاد كنحلوا عليهم الفران باش ما يهبطوش لينا من بعد. وكذلك كنخليهم تقريبا واحد شويه بعد ما كنطفيو الفران عاد كنخرجوهم، كتهبط ديك الحراره شويه عاد كنخرجوهم مباشره من الفرن. غادي ندوز معكم الوصفه الثانيه. بالنسبه الوصفه الثانيه غادي نحتاج كذلك بيضه. عندي قبيصه ديال الملح، نص كاس ديال سنيده، نص كاس ديال الزيت. غادي نوضع المكونات كامله مع بعضياتها وغادي نطربها بالطرب اليدوي. بالنسبه للمكون الرئيسي في هذه الوصفه ديالي كيعطينا واحد الخفه وهشاشه كذلك للكيك اولا للحرشه. كاس ديال اللبن، اللبن اللي يعني ديال الحانوت اولا العادي اللي كنشريو. وعندي
دانون طبيعي، يمكن لكم تستعملوا هذا يعني ديال بيرلي او اي نوع يكون النكهه ديالو يكون حلو، ولكن النكهه ديالو يعني طبيعيه، ماشي ديال الفاني، ماشي ديال شي نكهه اخرى، باش كيتواتى لينا مع المذاق ديال اللبن. عندي تقريبا كاس لاروب ديال الكوك، وعندي 2 كيسان ديال السميده رقيقه. بالنسبه للكوك يعني اي نوعيه ديال الكوك، يعني ماشي بالضروري هذاك يعني اللي مدسم بزاف، غير تكون النوعيه ديالو مزيانه وصافي. عندي خماره ونص ديال يعني ديال الحلويات، وعندي نص معلقه صغيره ديال الخميره حبوب ديال الخبز. صافي كنخلط المكونات كامله. الخليط كيف ما كتشوفوا راه كيكون ثقيل شويه على هذا الشكل هذا. بالنسبه للاضافه يعني للخل اللي كتعطينا واحد اللون زوين، واحد التعليكه لهاد الكيك، معلقه ديال الكونفيتور اللي كتعطي مذاق زوين كذلك. نتوما ما توضعوهاش في هذه المرحله، يعني ديروها قبل ما ديروا السميده والكوك، انا غير نسيتها عضفتها في الاخير. صافي غادي خديت المول اللي فرشت ليه الورق ديال الفرن، وغادي نفرغ فيه الخليط على هذا الشكل هذا. غادي نحاول نقادو على الشكل ديال المول باش كيجيني الوجه ديالو متساوي. في هذه الاثناء هذه درت الفران كيسخن. غادي نحاول نقادو هكايا بالكوباط على هذا الشكل باش كيجيني الوجه مقاد وصافي. غادي نوضع فوق منه كتزيين، يعني قبل ما غادي يعني باش منين نخرجوا من الفران ما يحتاجش يعني نزينوها. عندي هنايا الكاوكاو ايفيلي اولا يعني اللي متوفر عندكم اللوز اولا الكاوكاو. غادي نوضع على هذا الشكل هذا من الفوق كميه اللي غادي تغطي ليا الوجه ديال الكيك مزيان من الفوق، وكندخلوا الفران. الكيك بعد ما خرجته من الفران كيف ما كتشوفوا كيكون على هذا الشكل هذا كيتحمر. غادي ندهنو بشويه ديال الكونفيتور من الفوق. وكيكون هذا هو الشكل النهائي ديال الكيك اولا الحرشه اللي شاركت معكم اليوم. كتجي خفيفه بزاف، كتجي هشيشه. البنات غير جربوها، كتجي يعني على ضمانتي كتجي زوينه. غادي قسمت معكم واحد المرسو باش تشوفوا يعني كيفاش كتجي واخا باقا سخونه. كيف ما كتشوفوا راه كتجي يعني خفيفه، مع العلم اننا يعني وكتجي يعني طالعه، مع العلم اننا يعني استعملنا غير بيضه واحده. كيف ما كتشوفوا راه كتجي يعني هشيشه بزاف. وكذلك بالنسبه للمادلين اللي شاركت معكم زينتهم شويه ديال هكايا، شويه ديال الشكلاط اللي ذوبته. زينت هكا بالشكل عشوائي باش يعطيني داك الشكل بحال يعني شكل رخامي من الفوق. وكيكون هذا هو الشكل النهائي. وبهكا كنكون وصلنا لنهايه لا فيديو. كنتمنى الاقتراحات اللي شاركت معكم اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم، وتخليو لي تعاليق باش نعرف الراي ديالكم. الى الفيديو الجاي ان شاء الله مع وصفات جديده.